السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ميكستشر. لا تنسى الاشتراك بالقناة بالضغط على زر سبسكرايب وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد. وهذا الرجل ملتحي يدخل المسجد يتخطى الرقاب إلى الصف الأول وأكثر من مرة، وأنا على المنبر يفعل ذلك، وهذا لا يجوز، وهذا يؤذي، والنبي قال اجلس فقد أذيت الناس. وهذا الرجل ما أدري جهل، يجلس ويأتي في الصف الأول يقوم: يا أخواني بس دقيقتين يتحملوني لوجه الله، ما بدي غير دقيقتين عشان يستقبل الناس. قال: يا أخواني أنا بشتغل بالخردة وببيع وبشتري والحمد لله أموري ميسرة. بعدين لما بروح الحاويات بلاقي مصاحف متبعات العزيات هذول اللي فيهن تبارك وياسين والكهف، وبلاقي الناس حاطين في الحاويات، والله إني بطولهن وبنظفهن وبكتهن، حتى والله إيدي وسخات بمسك الطاقية وبطولهن وبنظفهن وبعطرهن وبخلين. بالله عليكم يا إخواني لا حدا يحط هذه الكتب هذه المصاحف الصغيرة في الحاويات، حرام، ما بيجوز. والله كلامي كويس وما شاء الله عليه موزون. بعدين بقول: يا إخواني أمي مريضة والله وبدنا تساعدونا. هذا طبعا هذا لازم، لا هذه نهاية القصة، هذا كله مقدم إخواني بس هيك. زبدة الحكي: أمي مريضة وبعدين ما عندها رقم وطني ومحتاجين بدنا 300 دينار، ويعلم الله إن في أمس الحاجة ومريضة وتعبانة. المهم في أحد المساجد طلعت وقاعد بعيد يقول قديش، يقول 175 دينار. هذا لسه وأنا طالع الله أعلم قديش تم. ومسجد ثاني ومسجد ثالث ومسجد رابع. واحد الإخوة اتصل بي قال لي: مسكين واحد أمه مريضة وبجمع. قلت له: يا رجل والله ما رحت على مسجد إلا ألاقيه. المهم آخر مرة لقيته وأنا على المنبر رد دخل المسجد كأنه بنساني أو ما أدري وما بهمه. دخل المسجد واستقبلت خلص هذا أنا نويله، أنا بالنسبة لي نويته. بعد ما صلينا في العادة أنا بسكر بشيل المايك وبسكر الجهاز، لكن خليت المايك لأني مستعد له، لكن علم الله أنه طير نص الخطبة من رأسي، لأني أنا خلص أشغلني هذا الرجل، لأنه الإنسان يكذب ولا يخجل من الكذب. وأبدا في الصف الأول وقام قال: يا اخواني دقيقتين. مسكت الميكروفون قلت: الله يعطيك العافيه، انت في كل مسجد بتاخذ دقيقتين وامك مريضه وتعبانه وفي مشروع الخرده والمصاحف كله هذا عارفينه، فانا بنصحك انك تتكلم عن امك اللي بدها 300 دينار، افتح الموضوع على طول. قال: طول روحك يا شيخ علي، انا جاي اقول للناس جزاكم الله خير، امي الحمد لله طابت وحبيت اشكركم. مش معقول يا جماعه الخير، انا ما مر علي لا حول ولا قوة. علم الله يا اخواني انه هذا الرجل جاء، يعني كيف اللي بيضرب الواحد بالضرب القاضيه، ما عرفت شو بدي احكي. يعني انا قال: من لا يشكر الله من لا يشكر الناس. انا جاي اقول للناس جزاكم الله خير، ما قصرتوا والامور تحسنت وبس، شكرا لك يا شيخ. طبعا انا لا سبحت، قمت كبرت وصليت لاني ماني عارف شو بدي اسوي. قلت: الله يلعن الشيطان، والله العجل من الشيطان. هو انا ما قدرتش اصبر دقيقه، بس ما قدرت، لكن انا بس عرفت وتعرفت على حقيقه هؤلاء. ايش الاحتراف هذا؟ كيف بيجيبوا الكلام، منين بيجيبوا القصص، كيف بدبروا حالهم. فلذلك اخواني لا تتعاملوا معهم، وانا انصحكم، هؤلاء انما يستكثرون جمرا، فليستقل احدهم او ليستكثر